قدامي تايب. بص يا سيدي، دي تايب فواكه ودي مقشرين بطاطس. الطعم ده انا اللي بصنعه وانا اللي ببيعه. الطعم ده انا ببيعه ب 10 جنيه بس. انا اللي بصنعه وانا اللي ببيعه. خش على اليوتيوب واكتب في السيرش اسهل طريقه لتقشير البطاطس. هيطلع لك فيديوهات مفسره بتمشيها كده تقشر ايه؟ تاخد منها قشره خفيفه وسريعه ما تاكلش من الخضار. مفيش سكينه تاخد منها لا قشره زي دي ولا بالسرعه دي. الفتحه دي انا لازم اضغط عليها عشان هي ضيقه مش عمودي، لو مشيتها كده مش هتقشر. لازم بضغطه بسيطه كده عليها اخد قشره مفيش سكينه يدهني. لا خفيفه وسريعه جدا وحاميه جدا، ولو جت على ايدك ما تعورش عشان خاطر ان هي جانبيه مش عمودي زي اي مقشره. اخد منها شيبسي بكل سهوله كده، بكل سهوله من غير سكينه. برده مع ضغطه بسيطه امشيها كده اخد شيبسي بالمنظر ده. ده في اي مقشره موجود. الجديد معايا اني باخد صوابع كمان على الزيت. بغرز الموار من قدام من هنا سطحي بالشكل ده، اطلع الصباع كده من غير سكينه وباي حجم. دي كده صابع رفيع اهو، ده كده صابع تخينه وبالظبط كده. ما اغرزوش بالمنظر ده مش هيجيب صوابع. انا بغرزه مستقيم على حسب سمك الصباع اللي انا عايزه كده من غير سكينه. ده لسه الجزء الاولاني. الجزء الثاني قطعت التويست وانا مبسطها. الشوكه دي سنتر، ما فايدتها الا ان هي سنتر تخش في النص تطلع في النص في اي حاجه ناشفه. مش بضيز بس، السوسته دي ليها سن اهو، ثبتيها في السنتر بتاعها كده. ما تدوسيش عليها عشان تدخليها في الخضار، لا اربط الخضار الاول قلاووز كده كاني بربط بريمه او لمبه في دوايه. مسك ده في الخضار، امسكي الخضار حط صباعك في الحلقه ولفيها. بتقطعها لك بنظام وبخرطه معينه، تقطع اي حاجه ناشفه، كوسه، جزر، بصل، خيار، تفاح، كمثرى، كلها حلقات متساويه. بتطلعيها من اخر حلقه بيتفضل حته في الاخر، بخرجها منها عكس ما دخلتها بكل سهوله بالمنظر دوت كده. بمسك الخضار اللي قطعته اشبك اول حرف منها مع اخر حرف بالشكل ده، اقليها في تيفال غويطه او دخليها الفرن صينيه ني في ني. اتفرجي، ممكن ازوقها رق بصل، رق طماطم، رق فلفل، في النص لحمه. ممكن المها وامسك عصايه شيش اروح حاططها في نص البطاطسايه بالمنظر دوت كده وافردها واقليها وارش عليها شطه وكمون. الكلام ده اتعمل دلوقتي حاليا بس مش في مصر. ممكن اقليها بالمنظر ده ارش عليها شطه وكمون. وممكن المها لو ماليش في الكلام ده كله اروح مقطعها للصواني والبانيه والقليه بصباعي. ده الطبيخ ده ولا ايه؟ من غير سكينه ومن غير تعب. واحده وعدي البطاطس اهي. بوفر لك كمان حق مقوار. انا خدت من هنا صوابع للزيت من الفتحه اللي فوق المقوار. اليمه الثانيه دي مقوار. ممكن اقور البطاطسايه بعد ما لفيتها بالشكل ده. ولو عندي فرخه داخله الفرن، فرد حمام، ديك رومي لا قدر الله، لفيها حوالين الفراخ قبل ما تخش الفرن بالمنظر ده. الطعم كله ب 10 جنيه. فرصه يا كازيون بحطها باسعار حبيبي. زي ما قلت لك خش على اليوتيوب في السيرش اسهل طريقه لتقشير بطاطس. اعمل لايك واضرب الجرس وانا هشوفك. الطعم كله ب 10 جنيه. فرصه يا كازيون. ده كمان مقور ولا